زهقت من طريقة البطاطس التقليدية؟ النهاردة انا جايبه لكم طريقة بطاطس غير تقليدية. عيالك وجوزك هيحبوها وهيقولوا لك تسلم ايديكي، لان انا عيالي وجوزي زهقوا من البطاطس التقليدية وقلت نغير في الطريقة ونعمل طريقة تجذبهم ويحبوا البطاطس من اول وجديد. طريقة جديدة ويا رب الوصفة تنال اعجابكم، ويلا نبتدي الوصفة. اول حاجة هنعملها طبعا هنكون غسلين الفراخ بتاعتنا كويس قوي ومنقعينها في محلول النقع بتاعنا اللي هو ملح وليمون وخل وسكر، وبنقعها لمدة ساعتين عشان تطلع كل الزفرة بتاعتها. وانا هنا رشيت عليها شوية فلفل وشوية ملح وبديها تشويحة على النار مع نقطتين الزيت. انا بديها التشويحة دي عشان هي هتنزل البهاريز بتاعتها وهتنزل العصارة بتاعتها، فهتدي طعم مختلف لصينية البطاطس. زي ما انتوا شايفين انا بقلبها على كل الجناب عشان تاخد صدمة من جميع الجهات، وحسبي لانها بتطرطش وطرطشت عليا. هنا بعد ما شوحتها وخلصتها هحط بقى بصلتين كبار على طول، ما تغيريش الصينية. هحط بصلتين كبار وهنشوحهم شوية وهنديهم لون، يعني يبقى اللون مصفر شوية، اللون بتاعنا يكون مصفر، ما تزوديش عن كده، احنا مش عايزين نحرقها، احنا بس هنديها اللون بتاعنا. التشويحة بتاعة البصل دي اللي بتدي للصينية طعم خطير جدا جدا جدا. الطعم بيبقى متغير غير طعم البطاطس اللي احنا متعرفين عليها، بيدي طعم مختلف. وهنا انا حطيت فلفل رومي مع حتتين شطة كده، حاجة بسيطة. عايزة تزودي شطة زودي زي ما انت حابة. هنا بقى انا عاملة الصلصة دي، انا عاملاها في البيت. الطماطم دي عاملاها في البيت وكنت مسبكاها، طماطم مسبكاها وعيناها في الفريزر وبطلعها لما باجي احتاجها. اما باجي احتاج ما بشتريش انا صلصة من بره خالص. زي ما انتوا شايفين انا زودت مية علشان طبعا دي صلصة تقيلة، فلازم اني ازود لها مية عشان تفك وتدي غلوة شوية مع البصل والفلفل الرومي. 5-6 فصوص توم على حسب ما انت بتحبي التوم. انا بحب اقطعهم كده، عايزه تدقيهم دقيهم براحتك، بس انا بحب اقطع التوم في صينيه البطاطس. واول لما يغلوا هحط بقى ملح، الملح حسب الرغبه، وهحط طبعا الفلفل الاسود. انا كنت حاطه فلفل اسود مع الفراخ مش هزود. هنا بقى انا حاطه لك نص معلقه 7 بهارات. وهنا البطاطس كنت غسلها ومقطعاها حطها عليها، ده بعد ما الصلصه تغلي. بعد ما الصلصه غلت هحط البطاطس بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين في واحده نسيت اقطعها فشلتها. هنا بقى الفراخ هحطها مع صينيه البطاطس مع البطاطس واسيبهم ياخدوا غلوه على النار. دي البهاريز اللي الميه اللي نزلتها او العصاره اللي نزلتها الفراخ في الطبق، فانا بحطها، دي مش ميه. هنا بقى اما اخدت الغلوه دي انا ولعت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 ودخلتها في الفرن. اول لما تبتدي ان هي تشرب المية بتاعتنا ولعي الشواية وادي لها اللون، بس انا ما ولعت الشواية، هي اخدت اللون بتاعها من غير الشواية. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، ان شاء الله هتعجبكم وتغيير في المطبخ بتاعنا، عشان احنا زهقنا من التقليدي وزهقنا من الاكل المتعارف عليه، واولادنا بيحبوا الاكل اللي هو الجديد، فلازم ننوع. اتمنى ان الوصفة تنول رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.